طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. العمل على تطوير قطاع السياحة في إقليم عنسبة. تنظيم أسبوع الشباب في إقليم القاشبركة. الجاليات الإريترية في الخارج تحتفل بعيد الاستقلال. رئيسا الجزائر ورواندا يشاهدان توقيع اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم. الرئيس الصيني يجتمع برئيس روسيا البيضاء في بكين. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد تحسين العلاقات مع الجارة الشمالية. إلى التفاصيل. أفاد مدير عام قسم السياحة في إقليم عنسبة السيد صالح آل سالم أن الإقليم يعمل على تطوير الثروات السياحية التي يتمتع بها الإقليم. وأوضح أن قطاع السياحة هو أحد المصادر الاقتصادية الآمنة بتقديم الخدمات أو حتى المساهمة في تقديمها، خاصة في إريتريا التي تتمتع بالسلام والأمن المصاحبة للبيئة والمناظر الطبيعية والتاريخية على حد سواء. وأضاف أن الإقليم يتمتع بمختلف المناطق التاريخية التي تعرف بأهميتها التاريخية في تاريخ إريتريا وتاريخ العالم، حيث أنه توجد مقابر للجنود الإيطاليين والبريطانيين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية في أشد المعارك التي حسمت النهاية التاريخية للحرب التي إلى جانب الآثار المتعلقة بالديانات. وذكر أهمية الوعي العام للآثار التاريخية وتلك السياحية لدى المجتمع كونها حجر الأساس في تطوير قطاع السياحة الداخلية التي بدورها تحفز السياحة الخارجية. وحث السيد سالم في الختام المرافق عامة ومؤسسات تقديم الخدمات إلى الاجتهاد في تعريف وتمثيل القيم الاجتماعية الإريترية في المحتويات المقدمة والمروجات التي تعلق في المرافق. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاشبركة أسبوع التنظيمات الشبابية على مستوى الإقليم يومي 2 و3 من يونيو تحت شعار التنظيم قوتنا والتنمية رؤيتنا. وأوضح مسؤول الاتحاد بالإنابة في الإقليم السيد ماريكوس غرماسيان أن الهدف من الأسبوع تزامنا مع عيد الاستقلال، وأن تنظيمه في المديريات هو لتوريث التاريخ والقيم. وقال مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية سيد تخل الزرغاي أن أسبوع التنظيمات الشبابية المنظمة على مستوى الإقليم شهد أنشطة تخلق الانسجام والوحدة بين الشباب ومساعدتهم على وراثة ثقافتهم وتاريخهم وتعزيز الإبداع والابتكار. وذكر رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين أن الأسبوع الذي ظهرت فيه قوة التراث له مضمون كبير، داعين العمل المنسق لتقوية التنظيم. وأشاد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حري بالشباب على مشاركتهم بطريقة تبرز موارد الإقليم الثقافية الكامنة، ودعا جميع الجهات الحكومية والمجتمع على العمل بجدية لتعزيز تنظيم الشباب. هذا وفازت مديرية بارونتو بالمحتوى الذي قدمته في الأسبوع الشبابي على مستوى المديريات. احتفلت الجالية الإريترية في الدمام السعودية وبريطانيا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا بعيد الاستقلال. واحتفل الإريتريين في الدمام وضواحيها بعيد الاستقلال يوم 30 من مايو بحضور القائمة بعمل السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني قرز قهير، ورئيس الجالية الإريترية في الدمام وضواحيها السيد قبر مسك الكيداني، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الدمام وضواحيها السيدة أبرات مناسي وعدد كبير من المواطنين. وأعربت السيدة ويني في المناسبة عن الثقة التامة في نجاح برامج التنمية الجارية في البلاد بنفس روح الانتصار في لنيل الاستقلال والدفاع عن السيادة والتصدي للمؤامرات والعدائيات والتحديات. وذكر رئيس الجالية الإريترية السيد قبر مسك الكيداني المواطنين على تعزيز المساهمة المهنية والواعية لتنمية وازدهار البلاد. واحتفل الإريتريون في مدن لندن وبيرنغهام ونوتنغهام وكوفنتري ونيوكاسل وكفيلد وبريستل وساوثهامبتون وكارديف ودبلين البريطانية بعيد الاستقلال. وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات السيد أحمد محمد محمود والقائم بأعمال السفارة الإريترية السيد صالح عبد الله في الاحتفال المنظم في لندن بحضور أكثر من 50 ممثلا
عن الدول والحكومات والدبلوماسيين وأصدقاء إريتريا ومسؤولو وزارة الخارجية البريطانية. أوضح أن بأن احتفالات هذه السنة عكست مدى اعتزاز الإريتري بوطنه وعلمه وحكومته. واختتمت الاحتفالات الإريتريين في ألمانيا بالحفلات التي جرت في مدن لوارخ فالدوش وفالدا وزبريتش وميونخ وفازدان وغيرها. وقدم قنصل إريتريا العام في فرانكفورت السيد كبراب تقسته ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد طعام هايلي ومسؤول الدبلوماسية الشعبية السيد تخل بسوء التهنئة في الاحتفالات. وفي استراليا احتفل الإريتريين في مدن ملبورن وبريزيا وسيدني. وفي نيوزيلندا في مدينة كريستشين بعيد الاستقلال. خاطب احتفال ملبورن رئيس الجالية السيد كيداني جونبوت والقنصل العام حارس تقسته مذكرين بأمانة الشهداء. وقالت ممثلة مجلس مقاطعة فيكتوريا جيل مورغان أنه لا يحتاج الذهاب لإريتريا لمعرفة مدى حب الإريتريين لوطنهم، معربة عن إعجابها لتماسك الإريتريين وارتباطهم بوطنهم وشعبهم. ومواصلة للاحتفالات في المدن الفرنسية، احتفل الإريتريين في مدن ليون وساناريز بعيد الاستقلال. تنظم دورة تدريبية ل 160 امرأة في مديرية ميمنة في إعداد غذاء الأطفال وصناعة الفخاريات. وأوضحت ممثلة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة ليا هايلي أن التدريب المستمر منذ شهر أبريل ولمدة 3 أشهر يستهدف تحسين معيشة المرأة والتغذية الجيدة لأطفالهن. وذكرت المشرفات على التدريب أنه يساعد لتدعيم خبرة المشاركات في صناعة الفخاريات بطريقة فنية ورفع الدخل. من جانبها ذكرت المشاركات أن التدريب يحدث تغيير في حياتهن المعيشية. تخرج أكثر من 375 شابا في دورات مختلفة تلقوها لفترة 3 أشهر في مديريتي نفا وشعب بإقليم شمال البحر الأحمر. وفي مناسبة التخريج التي نظمت بمديرية نقفة في 25 من مايو تخرج 348 شابا، من بينهم 140 شابا بدورات الإسعافات الأولية والإلكترونيات بالإضافة إلى الإدارة والقيادة. كما تخرج في المراسيم المماثلة التي أقيمت في شعب في 20 من مايو المنصرم 28 شابا، من بينهم 15 شابا من دورات الإسعافات الأولية في المركز الصحي بشعب. وشهد مقدمو الدورة في المركز الصحي بشعب الممرض إدريس سعيد بالاهتمام الذي لاحظ أثناء التدريب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. شهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الرواندي بول كاغامي مراسم توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين. جاء ذلك خلال الزيارة التي تمتد يومين يجريها كاغامي إلى الجزائر بدعوة من تبون وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وذكرت الوزارة أن تبون أشرف رفقة كاغامي على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين. وشملت المذكرات التفاهم اتفاقيات التعاون في قطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية وريادة الأعمال والابتكار والاتصال الرقمي وترقية الاستثمار والتكوين المهني والاتصالات. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينهوا الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتمع مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء في بكين، مع تطلع البلدين لتعميق العلاقات الاستراتيجية والتعاون. والتقى الرئيسان في وقت فيه يتطلع الشريكان في كل الأحوال إلى تعميق التعاون. وزيارة لوكاشينكو إلى بكين هي الأولى التي يقوم بها إلى العاصمة الصينية منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير الماضي. أدى رئيس كوريا الجنوبية المنتخب لي جين موانغ اليمين الدستورية في قاعة بالجمعية الوطنية بالعاصمة سول. وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد باستئناف الحوار مع بيونغ يانغ وتحسين العلاقات مع جارته النووية. وقال لي في خطاب تنصيبه: مهما كان الثمن فالسلام أفضل من الحرب،
متعهدا بردع الاستفزازات النووية العسكرية الكورية الشمالية، وفي الوقت نفسه مع فتح قنوات اتصال. بدأ لي جي رسميا ولايته الرئاسية التي تستمر لمدة 5 سنوات بعدما أكدت لجنة الانتخابات الوطنية فوزه في الانتخابات الرئاسية. وتولى لي مهام الرئاسة بما في ذلك دور القائد العام للقوات المسلحة خلفا الرئيس المؤقت لي جو هو. وفاز مرشح الحزب الديمقراطي لي جي في الانتخابات الرئاسية 21 في كوريا الجنوبية. أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن فيتنام ألقت سياسة راسخة تقضي بتحديد عدد الأطفال لكل أسرة بطفلين فقط. وشهدت فيتنام خلال السنوات الثلاثة الماضية انخفاضا تاريخيا في معدلات المواليد، إذا انخفض معدل الخصوبة الإجمالي إلى 1.91 طفلا فقط لكل امرأة العام الماضي، وهو أقل مستوى الإحلال بحسب بيانات وزارة الصحة. وانخفضت معدلات المواليد من 2.11 طفل لكل امرأة في العام 2021 إلى 2.1 عام 2022، 1.96 في العام 2023. تذكير بعناوين النشرة. العمل على تطوير قطاع السياحة في إقليم عنسبة. تنظيم أسبوع الشباب في إقليم القاش بركة. الجاليات الإريترية في الخارج تحتفل بعيد الاستقلال. رئيس الجزائر ورواندا يشاهدان توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. الرئيس الصيني يجتمع برئيس روسيا البيضاء في بكين. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتحسين العلاقات مع جارته الشمالية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.